هنا عملية نذهب مباشرة باتجاه حالة تنفيذ الكرة. التنفيذ صحيح وحقيقي، وهذا سؤال رقم 13 في المادة 14 التي يشير بأن اللاعب يستطيع أن يموه عندما يحاول تنفيذ الكرة بركلة الجزاء، وتعتبر هذه بمثابة لعبة واحدة، وبالتالي قرار الحكم صحيح باحتساب الهدف. هنا الشاوشي يخرج عن، أنا أعتقد هنا الطرد حتمي. لا يمكن للحكم بهذه اللحظة أن يعطي الإنذار. هنا أعتقد نلحظ هنا طبعا بالقادر عبد القادر غزال كان موقفه متميزا، وهذا هو المطلوب. وأعتقد الحارس هنا كلف فريقه، هو أخرج فريقه من حالة الانضباط وجعله في حالة توتر شديد، وهذا كانت مشكلة الفريق الجزائري في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني. إذا كانت عملية طرد واضحة هنا، سلوك مشين، اعتداء الحكم بهذه الطريقة، دفع الحكم أو ركله بالرأس. طبعا هو ركله، ضربه بالرأس، ضرب بالرأس، الضرب بالرأس طرد، سلوك مشين يستوجب الطرد، والحكم يجب عليه أن لا يخضع لتأثير أنه أعطى ركلة جزاء وأعطى حالة طرد. إذا ما يطردوا بضربة رأس أنت تماما. والله هذه تماما. يعني هذا كان، أعتقد الحكم يجب، طبعا القرار كان صعب، كان هناك ركلة جزاء وطرد آخر في نفس في خلال إذا يضرب براس 100% لازم يطرده 100%. طبعا لذلك الحكم ما ضربوش براس، مستحيل. هبط باش يتكلم معاه هكذا، يعني ما ضربوش، مستحيل يضربوا. روم ذلك انا اعتقد ما ضربش براسه، ما ضربوش براس، ما ضربوش براس. لا ممكن نعيدوها وتشوف. ما ضربوش براس، كون ضربوك راه فلقوا. عود الحاله، عود شوف الحاله. لا مش ضرب تاع راسك، حاب يتكلم معاه. حتى محاولة الضرب، محاولة، قول محاولة الضرب او محاولة الضرب، عبد الحق خلينا نذهب باتجاه المحاولة. كون ضربوا ما يكونش كسر. الطرد هو كابتن طارق بلا ضربة راس هذه. الطرد حتمي ولا يجوز، هنا حارس المرمى خطأ فادحا واخرج فريقه عن عملية السيطرة. واضح تماما، نحتاج الى الطرد دون مبرر، والحكم خضع لتأثير قرارات صعبة. نعم، كان يتوجب عليه في الفاول الآخر، في الخطأ الآخر، لذلك لم يعطيه الكرت الأحمر. نذهب باتجاه الشوط الثاني. الدقيقة 48 كان هناك مخالفة على كريم زياني، طبعا لم نأخذ الحالة، مخالفة على كريم زياني على أحمد المحمدي، كانت تستوجب الإنذار. هنا أعاد نزير بالحاج، أعاد زمام الأمور للحكم 100%، أعطاه سيطرة، أعاد له سيطرة بالكامل عندما ذهب باتجاه أحمد المحمدي وقام بعملية ركل عنيف، خطأ جسيم يستوجب الطرد المباشر. واعتقد هذه كانت نقطة التغير الكاملة التي أخرجت الفريق الجزائري نهائيا من المباراة وأفقدته. أعتقد الفريق الجزائري قبل أن يفتقد، لا أتحدث عن الجانب الفني فهو متروك لكم، لكن أعتقد الجانب الانضباطي قضية جدا. عندما تنفرد الأعصاب، عندما تنفرد الأعصاب فنخسر كل شيء، لا نستطيع أن نركز على شيء. ركل واضح جدا، قفز بكلتا القدمين باتجاه إصابة وأذية اللاعب بقصد الإيذاء، وهذا يستوجب الطرد، هذا خطأ جسيم يستوجب الطرد. إذن هنا في هذه اللحظة استعاد الحكم قدرته على السيطرة، واستطاع الحكم هنا في هذه الحالة أن كما يعيد أعاد قبضة المباراة إلى قبضته من جديد. الحالة الأخيرة كانت في الدقيقة 86 وهناك أيضا مخالفة. طبعا لم يكن هناك حي تسلل، الحكم لم يكن في الموقف الصحيح، الحكم المساعد كان متقدما على اخي الثاني مدافع. محمد زيدان يمرر الكره الى جده الذي كان في موقف صحيح 100%، ومن ثم فوزي شاوشي يخرج. نلحظ هنا لم يكن هناك حي تسلل، وحكم مساعد لم يكن مع اخي الثاني مدافع كان متقدما، وبالتالي وهنا خرج اللاعب مجيد بقره في محاوله كشف التسلل واستطاع ان يضغط على الحكم. هنا الكره ذاهبه باتجاه جده، لكن الحارس الذي كان يفتقد لعملية الأعصاب أيضا يقوم بعملية محاولة بالضرب. طبعا لم يضرب، هو وصل لكنه لم يضرب، لكنه هدد بالضرب، بمعنى هو أساء السلوك تجاه منافسه، وبالتالي كان يستوجب الإنذار على الأقل، وكان لديه إنذار سابق، وبالتالي طرد. هو طبعا يحاول ركل، لكن في اللحظات الأخيرة حاول. إذا القضية الأساسية هنا
الحكم ما كان عنده ذنب في الموضوع. انا اعتقد هم اعتقد انه الحكم كان مخطئ يعني. وفروا الفرصه للحكم ان يقوم بعمليه بطرد 3 لاعبين. هم اللاعبون انفسهم وفروا للحكم فرصه طرد 3 لاعبين، وليست ذنب الحكم لكن هي ذنب اللاعبين، انفلات الاعصاب وعدم القدره على ضبطها حتى يستطيعون ان يمارسوا مهاراتهم وقدرتهم الفنيه على ارض الميدان. عبد الكريم، ما رايك فيما قاله رابح سعدان؟ والله بالك بعد مباراة وفي حالة اللي كان فيها أكيد ما راه هو يقول لك الإنسان لما يجوز الليلة هذيك بكرة يقدر يقيم ويقدر يتكلم ربما بكل أريحية، ولكن لما تنهزم أنا الحكم وأستاذ جمال موجود، هو الكارت الأول حليش، أما الباقي نظن كل تدخلاته كانت في المستوى صراحة. يعني انا ما رانيش حاكم باش نحكم عليه. لكن الفاول ما نحليش، كان حليش الكارت الاول اللي كان فيه احتكاك مع الحضري، لانه لو ما كانش فيه كارت الجماهير يقول فيه تدخل خشن، لو ما فيهش كارت نقول انه حتى ضربه جزاء كان يدي كارت اصفر في ركله الجزاء كان يحتاج الى الطرد لانه وجود فرصه محققه تسجيل، ومن ثم كان يتوجب على الحكم طرد الشاوشي حارس مرمى الجزائري مباشره، وبالتالي انا اعتقد لو تم ذلك في الدقيقه 37 او دقيقه 40 تقريبا كانت انتهت المباراه كليا. انا اعتقد هنا يجب ان نتوقف، هذا درس كبير للجزائر وهو درس مهم. صحيح انه دفع ثمنه ب4 أهداف، لكن هذا درس مهم جدا للجزائر قبل موقعتها المهمه في كاس العالم. مزيد من الانضباط، مزيد من التريث، ليست البطاقه الحمراء وركله الجزاء نهايه المطاف. هناك كان وقت طويل وقادر الفريق الجزائري بامكانيات لاعبيه البدنيه وامكانيات لاعبيه الفنيه وامكانيات مدربه ان يعودوا للمباراه، لكنهم للاسف افتقدوا. استاذ جمال فيه بعد بكره مباراه صحيح المرتبه الثالثه، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. مازال بطوله. لما نستمع الى هذه التصريحات لرابح سعدان، يعني وهو يتحدث عن بداية المباراة ثم يتحدث عن الورقة الحمراء، ماذا نقول عن تحضيرات المباراة؟ لا بصراحة يعني تصريحات وأنه الحكم كان وراء الهزيمة، لا أعتقد أن صحيح الهزيمة كانت ثقيلة، لكن أعتقد أن فريق لازم يكون منضبط. صحيح أنه وهذه هي الرياضة، يمكن تخسر 2-3-0 لكن الانضباط هام جدا، لأن إذا الفوضى تعم الفريق بطبيعة الحال تصبح مشاكل كبيرة. واعتقد كما قال الكابتن أن دروس لكأس العالم، لأن الفريق الجزائري باش يمثل الكرة العربية والإفريقية في كأس العالم، ولهذا لازم يكون مثل أحسن تمثيل. واللاعب لما يخرج، لأن الفريق الجزائري خرج من المباراة، لما اللاعب يخرج من المباراة يصبح معناتها دائما المشاكل، يا اما الخشونه يا اما المتعمده، وهذا واضح انه الفريق الجزائري خرج من المباراه، هناك تشنج الاعصاب من اللاعبين الكل، حتى زياني كان يمكن يخرج، ولهذا المفروض ان نقول تصريحات سعدان ما كانش محلها، لان الفريق المصري ما سرقش الفوز نتاعو، الفريق المصري كان افضل، الفريق كان اقوى، نتيجه ثقيله، يمكن كان 11 ضد 11 نتيجه تكون 2-0 او 1-0، لكن اعتقد ان الحكم بطبيعه الحال اللاعبين الجزائريين هما اللي اذنبوا في حق الفريق نتاعو. حازم، نقول مبروك. مصر غانا